Welcome to Jumanji Different Multimedia Channel. Goodbye. بعد اذن حضرتك يعني امل بتاع صدرك دقيقتين بس حسب على الوقت. اتفضل يا فندم. اللي حصل عقب الانقلاب العسكري مباشرة اللي عمله السيسي اجتمع بكبار رجال القضاء، شيوخ، رئيس محكمة النقض، رئيس محكمة الاستئناف اللي هو محكمة الاستئناف الرئيس الحالي، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وقال لهم في اجتماع مسجل ومصور بالحرف الواحد: انتوا عارفين ان مرسي ما زال هو رئيس الجمهورية، وانا ركنت واقدر ارجعه في دقيقة، وعارفين كان جاي يعمل فيكم ايه؟ كان جاي يطهركم، وانتوا فعلا فاسدين. هتلتزموا معايا ولا ارجعه لكم تاني وهقف جنبه وهسنده عشان يطهر القضاء؟ قالوا له امر طلباتك، قال لهم اللي يجي لكم اذبحوه بنفس الحرف. وهذا الكلام موثق ومسجل. مسجل فين ده؟ هبعته لك ازاي؟ مسجل فين يعني؟ مسجل في الاجتماع اللي عمله السيسي مع كبار رجال القضاء. يعني هل لديك هذا ثاني يوم التسجيل؟ الانقلاب مباشرة. هل لديك أنت هذا التسجيل؟ طبعا. طيب يعني أعد علينا ما الذي جرى في التسجيل لحين التعرف عليه والتحقق منه. الذي جرى ان السيسي اجتمع بكبار رجال القضاء وقال لهم بالحرف الواحد ان مرسي ما زال رئيس الجمهورية، وزي ما انا ركنته امبارح اقدر ارجعه النهارده. وانتوا عارفين ان اول اهدافه جه تطهير القضاء، تطهير الشرطه، تطهير الاعلام، تطهير. فيا رجال القضاء انتوا كنتوا اول ناس هيطهركم، وده حقه وانا معاه. الناس اللي جايبه امتيازه جيد جدا في الشوارع، وانتوا عملتوا القضاء عائلات، ومع ذلك انا هسيبكم انتوا يا تبقوا معايا حددوا موقفكم. امورنا يا فندم سعادتك، قال لهم اللي يجي لكم اذبحوه بالحرف الواحد كده. طيب التسجيل ده كان امتى يا استاذ مصطفى؟ تاني يوم الانقلاب. تاني يوم، يعني يوم 4 تقريبا. ده بالظبط كده. طيب إذا كان لديك هذا عليه من التسجيل، أحد المراكز إذا من كان لديك ذوي هذا الوقت المقيم التسجيل أستاذ مصطفى، إذا كان لديك هذا التسجيل بالفعل، أرجو فقط أن يتم التواصل مع الإعداد للحصول عليه والتحقق منه بشكل مستقل لدى الجزيرة مباشر مصر لمعرفة ما الذي جرى. سعادتك رقمي عندكم، وقت ما تحبوها تحت أمركم. قولوا لي إزاي والطريقة إزاي طيب والبتاع إزاي. طيب هذا